السلام عليكم اخواتي. هذه وحده كتحكي وتقول: خطيبي خدام على برا، يعني في الخارج، وهذا العيد اللي فات صيفط ليا 5000 درهم كهديه باش نشري بها. قال لي شري بها اللي بغيتي، ولا شري بها شي لبسه، شري شي حاجه بحال هكا اللي انت نفسك فيها. انا فرحت بزاف بهذه الهديه، ولكن في نفس الوقت قلت ليه: وكان عليك تصيفط لي حتى 50 درهم باش غادي نتيريها؟ وغير انا اللي نقولها لي اخواتي، وهو يتقلق عليا بزاف وبدا يغوت عليا. الصراحه عمرني ما شفتو بحال في هذيك الحاله. وقال لي: ولا يني راك واحد الماديه واحد طماعه، انت ما قلتيش لي حتى شكرا. شديتي مصيفط لك 5000 درهم ومازال كتسولي على 50 درهم. ما قدرتيش تمشي انت تاخدي 50 درهم من عندك وتمشي تخرجي هاد الفلوس، وبلا ما تقولي لي هاد الكلمه ديال ما صيفطتيش لي 50 درهم، بقات لك عا 50 درهم. انت بهاد الكلام ديالك اختي راك كتعبري على واحد المستوى منحط، وانك يعني ما طيحتي القيمه ديالك، وديك النظره اللي كانت عندي عليك طحتي من عيني ملي قلتي لي هاد الكلمه، وسمحي لي. ودابا اخواتي، هاد الاخت، هاد البنت هادي كتقول لكم: عافاكم قولوا لي انا واش غلطت؟ وانا بقى فيا الحال بزاف ملي قطع عليا التليفون، وملي دار فيا، وملي قال لي انني انا ماديه وطماعه. دابا اقترحوا لي اخواتي كيفاش غندير باش نتصالح معاه. عافاكم جاوبوني. انا بعدا شخصيا انا رايي انك انت غلطتي وغلطتي بزاف، حيت هو مازال غير خطيبك، يعني غير يلا خاطبك ورسل لك 5000 درهم، الله يكثر خيره، ومازال كطلبي ليه 50 درهم باش تيريها. وانا من رايي راه عنده الحق ملي قال لك انك ماديه، واي واحد في اخر في بلاصتو راه غادي يسمعك كتار من هذيك الهضره اللي سمعك هو. وواحد اخر نكذب عليك، راك عرفتي دابا كيفاش ولاو هاد الشباب، راه ما غاديش يعجبو الحال وغادي يهرب. يقول لك اللهم نفلت منها من دابا قبل ما نتزوجوا، وتقدر توريني شي وجه اخر. وانا كنقول لك من كل قلبي كنتمنى انه يسمح لك ويكمل معك، وحاولي ديري محاولات كثيره باش تبيني لي العكس ديال هاد النظره اللي خداع عليك بانك ماديه وانك طماعه. بيني ليه، مهم قلبي على شي طريقه، وبقاي كتعيطي ليه وتعتذري ليه وقولي راه غير بغيت نضحك معاك مثلا، وبدلي شويه من هاد الافكار ديالك. وبقاي دائما قبل ما تقولي الكلمه وزنيها وعبريها قبل ما تقوليها لخطيبك، لان في الخطوبه، في فتره الخطوبه، راه كيكونوا يعني الخطيبين كيكونوا يتعرفوا على بعض اكثر، وهذا هو الهدف من هذه الخطبه، هو التعارف. يعني الخطيب كيعرف خطيبته بزاف، وانتي بينتي ليه واحد الصوره اللي هي ما زويناش، وعنده حق انه يتقلق عليك. دابا انتي حاولي تصالحي معاه، وحاولي تبيني ليه العكس، حيدي ليه هذيك الفكره اللي خداها عليك، وحاولي تبيني ليه انك ماشي ماديه وانك طماعه. والله يوفقك، والله يجمع بيناتكم في الخير.